بسم الله الرحمن الرحيم. سامسونج 28 بوصة موديل تي 28 دي 310 ام دبليو. العطل اللي هي جاية بيه عطل في البانل، هوريه لحضراتكم. المنظر اللي قدامنا ده، والمنظر ده ما بيجيش مرة واحدة. طفينا وكده شغلنا تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. هنفتح مع بعض ان شاء الله كده ونشوف المشكلة ايه ونحاول نحلها مع بعض بعد الفصل. يا ريت نعمل لايك وشير عشان نقدر نفيد اكبر قدر من الناس، واشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في الاول بندي نظرة فحص كده على الباور، احتمال تكون في اي حاجة منفخة او حاجة او اي مظهر لعطل، مظهر سخونة او مظهر حرق. وبنتفحص المين بورد برضو. الدنيا كده مظبوطة، فهنتوجه بقى كده ان احنا نركب تليفون على الحامل ونسمي الله ونبدأ نشتغل. اول حاجة بنفحصها وبنتأكد منها ثبات واستقرار ال 12 فولت اللي داخلين البانل. فبنحط كده المجس الارضي في اي مكان، وبنروح كده على ارجل الفلات او كابل ال في دي اس، ونقيس ال 12 فولت طالعة كويسة ومستقرة 12 ونص، ما عنديش فيها اي مشكلة. في الحالة دي هنتوجه الى التيكون ونبدأ نفحص الجهود اللي على التيكون. التيكون عندنا هنا مسطرة، بالشكل ده. وهنبدأ نقيس الجهود بتاعتنا اللي موجودة على التيكون او على البانل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت برضو المجس بتاعنا كده في اي مكان، وهنبدأ بال 12 فولت. بسم الله الرحمن الرحيم. ال 12 فولت برضو واصلة اهي. ارجو ان تكون الصورة واضحة تمام. هنبدأ بقى نشوف الجهود الأساسية بتاعتنا ال AVDD. AVDD واصل تمام 16. وهنشوف بعد كده هنشوف الجهود بتاعتنا فين. ال V on ثابت 24، و ال VDD بتاعنا التغذية بتاعتنا 12 اهيت. ال V off اللي هو ال VGL ناقص 7،
وعندنا جهد في جي اتش كمان اهوت 26. وعندنا ده فولت الريفرنس مش عايزينه. الفي كوم 7 فولت. جميل. يبقى كده في كوم عندنا 7. في جي اتش عندنا 26. الفي اوف او الفي جي ال ناقص 7. في جهد كده بيبقى شبيه للفي جي اتش اللي هو الفي اون، لما بيتواجدوا الاتنين بنعتمد في القياس عليهم هما الاتنين، لان ساعات واحد منهم بيكون مهيس اللي هو في جي اتش. فالفي اون معانا هو 24 فولت. وقسنا الاي في دي دي 16 اللي هو تغذية جهد الجامع او جهد الجامع. هل في حاجة تانية نقيسها هنا؟ هنشوف. بس احنا كده الجهود الأساسية بتاعتنا زي الفل، ما عندناش أي مشكلة فيها. لو دورنا على سخونة أو حاجة، الحرارات طبيعية. وادي 3 و3. لاحظت حاجة على أحد الكوفات بس مش عارف هل الكلام ده صحيح ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية واحدة نلغي الستاند. هنا في أثر سائل على الكوف ده، وهنا. طيب هنرفع كده البانل دوت ونشوف بقى كده، نفحص الكوفات ونشوف فيها كوفات جانبية ولا لأ. تابعوا معايا. لما جبنا الداتا شيت بتاعة الكوف الجانبي، هنحاول نقيس بقى دلوقتي كده نوري حضراتكم ايه اللي موجود. النقطة ديت عليها ناقص 6 فولت، والنقطة دي 7. النقطة دي عليها الفي جي اتش الفي جي ال اللي هو نقوله ناقص 8. وهنا الفي جي اتش واصل ناقص 2.5 فولت. يبقى احنا عندنا هنا مشكلة في الفي جي اتش على كوف الجنب. يبقى هنشد سلك من هنا، واير رفيع من النقطة ديت لحد نقطة الفي جي اتش على المسطرة، وهنشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. لو بصينا كده هنا ادي العيب، العطل اللي معانا اهو. نقلب على وضع الامبير او وضع قياس التيار في الافو، عشان يبقى المالتي ميتر معانا عامل زي حتة السلكة. وهنوصل من النقطة قياس الفي جي اتش الى هنا للنقطة بتاعته في الكوف الجانبي، لكننا موصلين حتة سلكة بالظبط. بص الاشارة ظهرت معانا اهي. يبقى كده لما نشد سلك ان شاء الله هتشتغل معانا الشاشة بالمنظر ده. بص لما اشيل هتجمد وهتبدأ الخطوط تظهر تاني. لما اوصل تاني هتبدأ تشتغل معايا الاشارة اهي. يبقى احنا كده هنشد سلك من هنا، من نقطة الفي جي اتش على الكوف الجانبي الى نقطة الفي جي اتش على المسطرة، وهنرجع لحضراتكم تاني. ابقوا معايا. انا كده شديت السلك بتاعي يا جماعة. هشغل اهو بسم الله الرحمن الرحيم.
ظهرت معانا سامسونج، وظهرت معانا المنيو. تمام كده. يبقى احنا هنا كان عندنا نقص في الكوف الجانبي في جي اتش، وصلنا له حته سلك اهي، لو حضراتكم تاخدوا بالكم منها اهي، الى نقطه قياس الفي جي اتش في المسطره، وظهرت معانا الحمد لله الداتا على الشاشه. ادي بعد التقفيل يا جماعه، الحمد لله الصوره زي الفل، ما فيهاش اي مشاكل زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى تكون المعلومه وصلت، وما تنسوناش من دعوه بظهر الغيب. شرفتوني.